يا ترى ايه هو مقدار قوة بلاك فريزا؟ قبل ما اشرح لك هو قوي قد ايه لازم نعرف الاول السبب اللي خلاه بالقوة دي. اول حقيقة هما سببين مش سبب واحد. اول سبب وفريزا ذكره في المانجا انه عايز يمحي الساينز في كل الاكوان لان هما كانوا سبب نهايته اكتر من مرة. والسبب التاني انه عايز يحكم الكون كله ويبقى كل المساعدين وحكام الدمار تحت ايده ويعمل فيهم اللي هو عايزه. ده لو ما كانش هيدمرهم اصلا. طب انا جبت الكلام ده منين؟ في الحلقه 99 من ارك الاكوان في دراجون بول سوبر، تحديدا الدقيقه 6، حرفيا فريزا قال كده بس بطريقه غير مباشره، وكان موجه كلامه لزينو سما ان في يوم من الايام فريزا هيكون بيتحكم فيه. وحرفيا فريزا قال ان زينو وكل اللي تحتيه سواء حكام دمار او مساعدين او الدايشين كان نفسه هيكونوا زي الخاتم في صباع فريزا. لحد هنا وعرفنا اهداف فريزا اللي هتخليه يوصل لمستوى قوته الغير طبيعي اللي هو تحول البلاك فريزا. قوة بقى التحول ده واصلة لفين بالظبط؟ تعال اقولك، بس قبل ما اقولك احب اعرفك ان اكيد في حرق للاحداث بعد انمي دراجون بول سوبر، لان بلاك فريزا ظهر في اخر احداث تقريبا في المانجا بس، عشان كنت لسه عامل فيديو عن مقدار قوة مورو، والفيديو حرفيا يعتبر تلخيص لارك مورو كله في المانجا في 4 دقايق بس، لان شخصية زي مورو قوته كانت بتزيد كل فصل عكس بلاك فريزا اللي ظهر مرة واحدة بقوة مرعبة. بس عشان تفهم قوته واصلة فين برضو هتضطر تعرف فيجيتا وجوكو قوتهم وصلت لحد فين، وهو ده الاساس اللي هنحدد بيه قوة فريزا، وهو ده الجزء اللي هيكون فيه الحرق وحرق الارك كامل كمان. اديني حذرتك. في ارك جرانولا اتمنى من دراجون بول انه يكون اقوى كائن في الكون، وبالفعل الامنية اتحققت، بس دفع قدام الأمنية دي باقي سنين عمره. طب وليه ممكن حد يضحي بعمره بالسهولة دي؟ باختصار لأنه كان عايز ينتقم من الساينز زي فريزا برضه، فهو اتمنى إنه يكون الأقوى في الكون ده فهيعرف يكسبهم بسهولة. ولاحظ إني قلت الكون ده، ولو جيت تفكر طب ما هو كده هيبقى أقوى من بلاك فريزا نفسه اللي الدنيا مقلوبة عليه هو وقوته الغير طبيعية. ليه الدنيا ما اتقلبتش على جرانولا هو كمان؟ إيه الحقيقة فريزا كان عامل حسابه وكان حاسس ان حاجة زي دي ممكن تحصل، وراح عاش في كون تاني محدش يقدر يحس بيه فيه، واتمرن هناك وضاعف قوته اضعاف مضاعفه. وعشان اقرب لك هو قوته فين دلوقتي بالظبط، فريزا اتمرن في غرفة الروح والزمن لمدة 10 سنين متواصلة، وده على لسان فريزا نفسه. واللقطة قدامك اهي علشان عملت شورت عن الموضوع ده وناس كتير كانت بتعارضني، انا ماليش دعوة، ده كلام فريزا. ولمعلوماتك اليوم في الغرفة دي يساوي سنة في الحياة العادية، بس مش بالمعنى الحرفي. يعني مثلا لو انت اتمرنت جواها لمدة يوم كأنك اتمرنت لمدة سنة بره الغرفة، وتأثير تمرين السنة دي هيبان على الشخصية، فما بالك بواحد قاعد اتمرن جواها لمدة 10 سنين مش أيام. وده فريزا قاله بنفسه زي ما قلت لك، والسنة فيها 365 يوم، يعني كأنه اتمرن لمدة 3650 سنة كاملين. يا نهار ازرق. فعشان يعرفوا يوصلوا للمستوى ده الموضوع صعب، ده لو ما كانش مستحيل، وما اعتقدش ان هم يعرفوا يعملوه اصلا. بس كلامي عن التمرين عن طريق غرفة الروح والزمن، ممكن ويس او بيروس يكون عندهم حل يخليهم يتطوروا اسرع، او ممكن فيجيتا يعمل زي ما عمل في ارك مورو ويروح للياردات تاني، بما انهم خلوا الكي بتاعته تزيد بطريقة مجنونة في يوم تقريبا، لدرجة هو نفسه كان مستغرب قوته وكان في الاول مش عارف يتحكم فيها. ومورو نفسه اعترف له وقتها انه بقى في مستوى اعلى من جوكو، فده حل ممكن يلجأوا له، وممكن يكون في حل جديد احنا لسه مش عارفينه. بس استنى، ما اعتقدش انك فهمت قوة فريزا واصله لفين بالظبط. برضه في المانجا بيروس بنفسه درب فيجيتا علشان يوصل لتحول الغرور الفائق، والتحول ده قدراته فيه بتكون مشابهة لقدرات بيروس، بيقدر يستعمل الهاكاي، وفوق كده كمان كل ما يتعرض لضرر اكبر قوته بتزيد مع كل ضربة بيتضربها. اما جوكو اتمرن كالعادة مع ويس وبقى تقريبا يقدر يستعمل الغريزة في كل حالاته حتى بدون تحول، وفي كل التحولات برضه، بس لسه مش بإتقان تام. ووسط كل القوة والتحولات دي ظهرت شخصية تانية اتمنت ان هي تبقى الأقوى في
في الكون، وده واحد غير جرانولا، ومن كتر ما هو مش مهم انا مش فاكر اسمه، بس ما علينا. فبقى فيجيتا وجوكو وجرانولا عليه، ومحدش منهم كان قادر عليه برضه، لا حد ما ظهر فريزا. ومفيش اي حد من الناس دي فريزا ضربه اكتر من ضربة، حتى جوكو وفيجيتا نفسهم، فيجيتا بالغرور الفائق وجوكو بالغريزة الفائقة. ضربة واحدة من فريزا كانت كفاية انه يهزم الاتنين، واي حد يحاول يقف قدامه مهما كانت قوته. وهي دي قوة فريزا دلوقتي، ماله قلب على وان بانش مان كده. المهم ان كل الشخصيات اللي في الانمي متقدرش دلوقتي تقف قدامه ثانية واحدة، ما عدا المساعدين والدايشنكان وحكام الدمار. بس زي ما قلت لك في بداية الفيديو ان هدفه الرئيسي دلوقتي مش هزيمة الساينز، هدفه الرئيسي دلوقتي يتحكم في زينو والدايشنكان والمساعدين وحكام الدمار، او بمعنى اصح يسيطر على الكون كله. الموضوع ده سمعت عنه فين قبل كده؟ ايوه، بينكي وبرين. سنحاول السيطرة على العالم. وبس كده الفيديو يكون خلص. ما تنساش بقى اللايك وتشترك وتفعل الجرس، ولو ما شفتش فيديو مقدار قوة مورو هيطلع لك في اخر الفيديو، اتمنى تروح تشوفه لو ما شفتهوش، لان الارك ده بعد ارك مورو، فكده هكون حرقت عليك الاركين. وبس، سلام.